أرواح المشاة من المواطنين. وملف القضية تضمن العديد من المفاجآت والمفارقات، حيث كانت البداية عندما احتدم الخلاف بين المدعو كرام بسيوني وزوجته سناء الجهري. الو الو الو، مش ده موبايل الاستاذ كرام بسيوني؟ ايوه، مين حضرتك؟ عميلة. عميلة ايه بالظبط؟ عميلة من العملاء اللي ليهم شغل مع الاستاذ كرام. ايوه، بس كرام شركته اتخصخصت وهو بقاله 2 سنين طلع معاش. والله اصله ما قاليش. قالك او ما قالكيش ما تفرقش يا حبيبتي، لانه متعود ان هو يكذب. ايه ده؟ معقول واحدة تتكلم عن جوزها بالشكل ده؟ يعني انت عرفتي ان انا مراته، يبقى عندي حق بقى اتكلم عليه ولا لا؟ الو حمام منعش، كنت محتاجه. الله، انت لسه ما طلعتيش البدله الزيتي والشوز الاسود؟ الله، انت ماسكه الموبايل بتاعي ليه؟ مش قلت لك كذا مره بطلي تفتشي في خصوصياتي؟ انا كنت برد على عميله من العميلات، جايز يعني يكون في مصلحه ولا حاجه. اعمل ايه يا سناء؟ العلاقات اللي انا عملتها وانا محاسب في شركه الغزل حبيت استفيد منها بعد ما الشركه اتخصخصت. اهو البوتيكات ومصانع الملابس بتحتاج خبرتي وامكانياتي. بس كده؟ قصدك ايه؟ خلاص بقى، نفض بيا، قرفت من تصرفاتك يا اخي، مليت من كذبك، ريحه الخيانه بقت بتفوح منك كل يوم اكتر من اللي قبله. انت اللي انسانه شكاكه، اعمل لك ايه؟ تعمل حاجه واحده بس. ايه هي يا اختي؟ طلقني وعيشها يا اخويا زي ما انت عايز. طب مين بقى يخدمني ويشوف طلباتي؟ انت مش ممكن تكون انسان. اللي يعمل زيك كده ويجري ورا شهواته يبقى اكيد حيوان. اخرسي. مش هخرس يا كرام، وهتشوف انا هعمل ايه. اعلى ما في خيلك اركبيه. شيال، حد عايز شيال؟ تعالى خد الحاجات دي. حاضر يا مدام. بيت حضرتك فين؟ قريب في الإبراهيمية على الترام جنب الفرن الجديد. يا رب، أنا وصلت حضرتك قبل كده. والله شاطر. شغلتي اللي بعيش منه. أنا عندي 7 عيال وأمهم. طب خلاص هو مسلسل ولا إيه؟ تعالى من هنا. حاضر. أدخل الحاجة جوه الشقة؟ لا شكرا، خد يا ايوه يا مدام. ربنا يكرمك ويجبرك. الله، انت هنا يا كرام؟ ايوه دنيا، انت ايه اللي خلاكي تتصلي بيا؟ انت مش عارفه ان الوضع شايط بيني وبينها؟ وايه الجديد في كده؟ المهم اني كان لازم اكلمك النهارده. اشمعنى؟ اولا وحشتني موت، وثانيا لقيت شقة إيجار جديد قريبة جدا من هنا في ظهر كلية الهندسة. إنما شقة إيه؟ لقطة. والشقة اللي انت فيها دي بس مالها؟ دي مفروشة يا كرام، وبعدين احنا اتفقنا ان احنا نقعد هنا لحد ما نلاقي حاجة تمليك أو إيجار جديد. ولا رجعت في كلامك؟ ايوه، بس انا سحبت مبلغ كبير من مكافئتي، ولو سحبت تاني هتبقى مسألة مكشوفة قوي. يعني ايه؟ انا ما عنديش استعداد اكمل معاك في شقة مفروشة يا حبيب قلبي، وابقى محددة كل شوية، وخصوصا ان وضعنا هنا لا هو شرعي ولا حتى نص شرعي. كرام، يا انا يا الشقة. خلاص يا دنيا، احنا نبقى نروح نشوفها. هتعشينا ايه النهارده؟ صبيت وبطارخ، وهتشرب ميه يوناني متعتقه هتنسيك اسمك. صحيح، هو انا اسمي اسم النبي حرسك وصينك ليا يا كوكي. حليوة يا حليوة، قوم
صابج عليا، مش عارفة اخد نفسي، البخاخة فديتي عليه. دلوقتي يا حميدي، دلوقتي عرفت انها فضيت. معلش يا اخوي معلش، أنا كنت اليومين اللي فاتوا كويسة. وانا هلاقي فين أجزخانة فاتحة السعادة؟ احنا قرب الفجر، تعال نروح المستشفى. الأجزخانة اللي في آخر الشارع بتفتح بالليل، هاتلي منها وهنوفر فلوس التاكسي والبهدلة بتاعت المستشفى. أمري لله، دي بالعواقب سليمة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الأجزخانة الجديدة اللي بتشتغل بالليل مكانها فين؟ عند اليافطة اللي هناك دكها. أباي علم في المتبلم يصبح ناسي. كتر خيرك. ما عليكش يا ابوي الكلام. عالشركة بتوع الزبالة يفضوا الصناديق ويرموها في أياتها حتة. شوف الصندوق مرمي كيف في نص الشارع. استنى قلبولك، استنى. وعليه روح لحالك يا اخوي. حسبي لا حول ولا قوة إلا بالله، العربية طوحت الولية. ايه دي طلعت لنا منين دلوقتي في نص الليل؟ طلعت ولا نزلت؟ دي ما بتتكلمش، الخبطة جامدة يا بيه. وانا ذنبي ايه؟ حد قال لها تقف في نص الشارع؟ والعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نسعفها. وانت تعرفها؟ لا يا خالي، انت يا خالي، دي مش حاطة منطق. اطلب الاسعاف يا بيه. اسعاف ايه وزفت ايه؟ يلا شيلها معايا، نحطها في العربية نوديها المستشفى. يلا. طب نوديها الأجزخانة دي أجرى، جايز يصيفوها. أجزخانة ايه يا بني آدم؟ خلاص أنا هوديها المستشفى اللي في آخر الشارع. ايه مالك بتقلع كده؟ لا ولا حاجة، بس لو حد سأل عليه يعني أصلي مش هقدر أركب معاك، أنا كمان لازم أجيب بخاخة لمراتي. طب اديني عنوانك ولا ايه؟ وده وقته. امشي يا راجل انت، امشي. المهم اسعفها وبسرعة. انت متأكد يا علاوي ان دي المستشفى اللي جابها فيه؟ لا مشي بالعربية قدامي يا حميدي، هو هزار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عايز أسأل عن واحدة جت امبارح بالليل، خبطها عربية. هي اسمها ايه؟ معرفش، بس اللي خبطها أستاذ لابس بدلة غامقة ونضارة بيضة. الدفتر قدام اهو، مفيش أي حالة حوادث جات لنا. طب يا أخويا اسأل زملاتك، إلهي ربنا يخليه. من غير ما أسأل، الحالات كلها باليوم والساعة قدامي. طب وبعدين يا حميدي؟ خلاص نروح نسأل في الحتة اللي قابلتها فيه، أكيد تلاقيها ساكنة هناك ولا بتشتغل عند حد في نفس المكان. طب وايه اللي جرالها يعني؟ ايه اللمة اللي هناك دي؟ اسعاف بوليس. يا ساتر يا رب. ايه؟ فيها ايه؟ ام ريحانة البوابة لقوها مرمية على الخرابة ودماغها بتنعر دم. وروني كده. يا نهار اسود، دي هي. انا عارف اللي خبطها. كل اللي حصل قدامك يا عليوة؟ ايوه يا باشا. طب ليه ما خدتش نمرة العربية؟ أنا لا بعرف أقرأ ولا أكتب. طب لون العربية إيه؟ غامقة، يا كحلي يا سودة. الدنيا كانت ليل وأنا كل هم الست المرمية على الأرض ومراتي اللي عايز نسعفها بالبخاخة. طيب ممكن تقولي مواصفات صاحب العربية؟ يعني إيه يا باشا؟ يعني شكله، سنه، طوله، عرضه. كان لوحده ولا معاه حد؟ كان لوحده،
وهو راجل زي بتوع تمثاليات التلفزيون، لبسه فخم وعمره كده جد 50 سنة، شعره فيه أبيض ولابس نضارة بيضة وشنبه خفيف. كان متماسك وهو بيتكلم؟ ها؟ يعني ايه يا باشا؟ يعني كان سكران، مش مركز، مسطول، حاجة كده يا عليوة؟ كان زي ما يكون مش مصحصح، بس بيتكلم كويس. طيب امضي على أقوالك وما تسيبش اسكندرية، لأننا هنطلبك تاني. تتخطفي مني بسرعة البرد. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. والدتك بتشتغل حارسة للعقار بقالها قد ايه يا ريحانة؟ مسكت العمارة مع ابويا الله يرحمه من حوالي 20 سنة، كملت هي بعد موت ابويا، وانا يعني كنت بساعدها على قد ما اقدر. هي نظرها ضعيف او عندها اعاقة في الحركة، يعني جايز عدت وهي مش واخدة بالها بحكم السن، مشيها بطيء أو... يا باشا دي بوابة لعمارة 10 أدوار، كانت زي الجمل، الله يرحمها ويسامحها. بعد إذنك يا باشا، أنا عاوزة البطاقة بتاعتها. بطاقة إيه؟ الرقم القومي اللي كانت معاها في المشرحة، قالوا لي إن البوليس أخدها. محضر المعاينة بيقول إن المتعلقات الموجودة مع والدتك لحظة العثور عليها أهي: حلق ذهب عيار 18، خاتم فضة بفص أخضر، حافظة نقود فيها 17 جنيه، مفيش غير كده. طب والبطاقة راحت فين؟ دي طلعتها عشان تقبض معاش أبويا من الشؤون الاجتماعية، وأكيد أنا كمان هحتاجها. كويس إنك قلتي المعلومة دي. عندك أقوال تانية؟ دم أمي في رقبتكم يا باشا، لازم تمسكوا اللي قتلها، لازم تمسكوا اللي قتلها. ما تشيليش هم يا ريحانة، أنا وخالتك حميدة في مقام أبوك وأمك الله يرحمهم. أي حاجة تعوزيها، أي حد يضايقك، إحنا موجودين. كتر خيرك يا عم عليوة، أنت وخالتي حميدة خففتوا عني كتير قوي. يا ما نفسي ناري تبرد والراجل ده يتمسك. نفسنا كلنا يا بنتي. دي خالتك حميدة من يوم ما شافت المرحومة مرمية وهي مش قادرة تصلب طولها، وبتدعي على اللي عمل الحادثة في كل صلاة. الحوادث دي بيقولوا إنها بتتأيد قتل خطأ، واللي بيموت أهو ربنا يتولاه. ما تأخذينيش يا ريحانة، أنا فهمي على قدي، واللي نعرفه إن اللي يموت حد بعربيته ويهرب بياخد حكم. ده لو معروف للحكومة، لكن اللي خبط أمي لا العربية نمرتها اتاخدت ولا الراجل معروف عنه أي حاجة. إيه؟ العلام برضو حلو، لو كنت بعرف أقرأ كنت لقطت النمرة، أو يا ريتني حتى ركبت معاه. ما انت بعذرك يا عم عليوة، يعني هتركب معاه وتسيب خالتي حميدة من غير بخاخة لصدرها؟ ما هي كانت رخرة بعد الشر جرالها حاجة. أسر الكلام، أنا عشمي في ربنا كبير، واللي زينا مين لهم في الزمان ده غير ربنا. ونعم بالله يا عم عليوة، ونعم بالله. ايه رأيك في الشقة الجديدة؟ بذمتك مش لقطة؟ طبعا، وأتمنى إنك ترتاحي فيها. يا حبيبي يا كرام، ما كنتش عارفة إنك بتحبني لدرجة إنك تكتبها باسمي. أيوة، بس في شروط في العقد بعدين هتعرفيها، يعني باسمك في حالات ومش باسمك في حالات تانية. ها؟ ولو يا حبيبي، يعني كفاية إنك نفذت رغبتي بالسرعة دي.
لكن قولي، انت كسرت الوديعة بتاعتك؟ لا يا ستي، بعت العربية. يعني ايه بعت العربية؟ يعني بعتها ودفعت فلوسها مقدم حجز العربية على الزيرو، أحدث وأقوى. ايوه بس دي مش عربيتك لوحدك، انا كمان مشاركة فيها. يعني يا حبيبتي، هو أنا وأنت يعني مش واحد؟ كان زمان الكلام ده يا حبيبي. فين الوصل بتاع مقدم الحجز؟ صراحة أنا كنت عايز أعملها لك مفاجأة، تفتحي الشباك تلاقيها واقفة قدام البيت، لكن أنت بقى مش عايزة تصبري. عن إذنك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كرام. مش قلتلكم القضية اتأيدت ضد مجهول؟ أمي ولا تسوى حاجة، تموت تتقتل، مين هيسأل في الغلابة اللي زينا؟ كلامك ده بيقطع فيها ريحاني، حاسس ان السبب في اللي حصل ده كلاته. وانت ذنبك ايه بس يا عليوي؟ ما انت كمان معذور. لا يا عم عليوة، مش انت بس السبب، في كمان حاجات كتير هي السبب. أمي مش أول واحدة تموت في حادثة وقضيتها تتأيد ضد مجهول. لازم يشوفوا حل في الكورنيش اللي كل يوم والتاني بتموت على أرضه البني آدمين. وهو الكورنيش بس اللي بتحصل عليه حوادث؟ حاجة، ما هو في السماء الطيارات بتحصل لها حوادث، وفي البحر العبارات بتغرق، وفي الشوارع. أنا مش هسكت، دم أمي مش هيروح هدر. يعني انتوا بتلوموني على جهلي عشان خليت الراجل يمشي بعربيته؟ طب ليه ما بتلوموش أهل العلم والمسؤولين عن تنظيم حياة الناس؟ والنبي السؤال ده مهم يا عليوي، بس مين يجاوبك عليه؟ عجبك ذوقي في الفرش؟ يجنن. وده مين ده؟ ده عليوة الشيال جاي بالحاجات اللي طلبتها منه. ها يا عليوة، جبت كل الحاجات؟ الجزار ما عندوش العرق البتل، قال لي بالله. طب استنى. كرام، معاك 5 جنيه فكة؟ خد يا ستي. امسك يا عليوة. ايدهم العز. خليه يجيب ازازتين صودا وشويه فستق يا دنيا. مش هيعرف يا كرام، روح انت يا عليوة. احنا ننزل بالليل نتسوق مع بعض ونجيب بقية الحاجات. انا ادخل سوق شدية؟ لا لا لا، ما تلاقيش. عاوزة الناس تشوفني معاك، دايما بيشوفوني لوحدي، البياعين كلهم عارفيني وساعات بينبطوا. خلاص يا ستي، من هنا لليل يحلها ربنا. كمالي بس ومال زحمة السوق دي، وبعدين وانا هفضل شايل كده؟ ما تزهقش، دلوقتي عليه الشيال يظهر ويشيل الحاجات دي. هو مفيش غير عليه ده ولا ايه؟ بس السوق مليان شيالين يا جماعه. انا واخده عليه، وبعدين عارف البيت وراجل طيب. شيال اهو عليوه. ايوه يا مدام. لا هو انت المره دي مش هتفلت ابدا. أنا على طول براضيك وبختارك دونا عن بقية الشيالين كلهم. المرة دي المرضية كبيرة، 10,000 جنيه يا عليوة، ينفعوك أنت وعيلتك، وبعد كده كل اللي تعوزه هنفذهولك، بس ما تضيعش كرام، فكر كويس يا عليوة. لا، فلوس
فلوس الدنيا كلها مش هتعوضني أمي. قتلها وهرب. لحد امتى يا ناس هنتقسموا نصين؟ ناس فوق وناس تحت، واللي فوق قرشهم في جزامهم بيدوسوا بيه على اللي تحت ويساووا دمهم بالأسفلت. ما تتنازلش يا عليوة، قول كلمة الحق اللي تخلصك قدام ربنا وقدام الناس وقدام ضميرك. أنا مش ضد كرام، لكن ضد الظلم والافتراء، عشان حسيت بيهم وعشتهم. الحق دايما طريقه واضح، لا يميل شمال ولا يميل ناحية اليمين. وعشان كده حق أمي جه لحد عندنا وعلى صوته في السوق وسط الناس كلها وقدامك يا عم عليوة. قول كلمتك، قول كلمتك وما تضعفش وما تخافش. واللي ملوش سند له رب أقوى من الجميع. ايه اللي حصل بالظبط يا سيد كرام؟ يا فندم، انا بعد ما حطيتها في العربية كنت رايح بيها المستشفى، وفجأة وفي عتمة الليل وهي بتنزف فجأة حسيت برهبة. قربت منها لقيتها ما بتتنفس. قلبتها وتأكدت انها ماتت. انا خفت وما عرفتش ايه اللي ممكن يحصل لو بلغت البوليس او سألت عن اهلها. فخرجتها من العربية ورميتها في الخرابة. يا فندم، انا وقتها حسيت ان عقلي واقف، مش قادر افكر غير في حاجة واحدة بس، ازاي اتخلص منها. لكن انت ليه فتشت في المحفظة واخدت البطاقة؟ ما هو الانسان زي ما بيبقى فيه الشر اكيد يا فندم فيه الخير. بمعنى؟ يا فندم، انا اخدت البطاقة علشان اتابع ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، يمكن اقدر اكفر عن الخطأ اللي انا وقعت فيه غصب عني. غصب عنك؟ غصب عنك ازاي؟ اي حد بيصدم مواطن بعربيته بيقف جنبه انسانيا يا فندم، لان القانون بيقف في صفي، وبتعتبر الحادثة جنحة، قتل خطأ. ده من وجهة نظرك انت، لكن القانون قانون يا أستاذ يا محترم. انت صدمت مواطنة مسكينة بعربيتك وتقاعست في إسعافها، سواء بإبلاغ المختصين أو بطريقتك الخاصة، يعني ساهمت في إزهاق روحها. ومش بس كده، ده انت كمان اتخلصت منها بطريقة غير إنسانية وهربت وما سلمتش نفسك واستوليت على متعلقاتها، والصدفة لوحدها هي اللي كشفتك عشان جميعها يتاخد حقها في ساحة العدالة. يعني أنا هتحاكم بالتهم اللي حضرتك قلتها دي؟ أنا ما كانش قصدي يا فندم. ابقى أقول الكلام ده في محكمة الجنايات يا كرام يا بسيوني. الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشاهد، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم كرام بسيوني سليمان بالسجن لمدة 7 سنوات. رفعت الجلسة.
من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات محمد رمزي، أيمن الخشاب، سوسن صالح، إيمان إمام، أسامة عبد الوهاب، إبراهيم الملاح، عرفة عبد الرسول، ومروة شركس. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.